يرجح أصلها من شرق إفريقيا، وصلت على مصر وثقها العالم الأندلسي أبو العباس النباتي. وعبر التجارة انتشرت بشمال إفريقيا وبلاد الشام. البامية أو القناوية وصفة على الطريقة الجزائرية وبتعقد. عادة تتساوى بحجم متوسط لأنه أطرى وأطيب، بس أنا ما عندي إلا مثلج أو طويل. بما أنه بجود من الموجود حبيت جربها بهالشكل. جيبوا لي نص كيلو بامية، قمعوها نطفوها وبالملح لمدة 15 دقيقة نقعوها، وبالمي غسلوها وعلى منشفة حطوها ونشفوها وبزيت حامي قلوها. التقلية خطوة أساسية للبامية حتى ما تفتح بالطبخة. وبالمدق حطوا 6 فصوص ثوم، فلفل أحمر، فلفل أسود، كزبرة يابسة، حروا ما تنسوا الملح. تعرفوا من وين جاي كلمة قناوية؟ اكتبوا لي بالتعليقات. زيدوا عليهم شوية زيت وملعقة صلصة وكملوا دق. يا سلام شو بيعجبني هالجو، كله حماس وأكشن. وعلى طنجرة حامية بتزيدوا زيت وبتنزلوا عليها اللحمة. وأنا اللحمة بحبها مدهنة، بتعطي نكهة غير شكل بالطبخة. قلوها منيح وزيدوا عليها بصلتين مفرومين والدقة وكملوا تقلية، وعليها بتزيدوا حبتين بندورة مبروشين ناعم وبتخلوها تكتك على رواق. وبعد التقلية بتزيدوا عليها غمة مي وبتتركوها تنضغط حوالي 35 دقيقة. وبمقلاية بتجيبوا بصلتين وبتقلوها بشوية زيت. وبعد ما استوت اللحمة بتزيدوا عليها قرن حر البامية والبصل المقلي، وخلوها تستوي على نار هادية لمدة 50 دقيقة. وعلى فكرة كل ولاية ولمستها، في اللي بيزيد معها باذنجان، وهيدا الفرق بينها وبين المتوسطة. التانية بتستوي أسرع، أطرى وأطيب. يا ويلي على الروايح، اجت بالضبط مدسمة مثل ما أنا بدي، وهيك أكل ما بيتاكل إلا بالإيدين. وهلأ قولولي حتشجعوا تساووها؟